أعزائي المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات قناة حكاويس. النهاردة سادت حالة من الحزن الشديد والأسى بين أهالي قرية إفوة بمركز الوسطى بمحافظة البسوة. سبب الحزن ده أعزائي المتابعين وفاة شخص وطفليه الصغيرين بسبب اختناقهم بغاز بداخل منزلهم. النهارده اهالي قريه افوه بمركز الوسطى شيعوا جثمان شخص يدعى احمد رمضان عنده 36 سنه، واطفاله طفل اسمه ادم عنده 5 سنين، وسليم عنده 2 ونص. سبب وفاتهم اعزائي المتابعين بسبب تعرضهم للاختناق لتسرب غاز بداخل منزلهم، واصابت الزوجه بحاله من الاختناق. أعزائي المتابعين، أهل القرية في إفوة مركز الوسطى أدوا صلاة الجنازة على الجسامين الثلاثة وسط حالة من الحزن الشديد والصدمة والأسى بين الأهالي بشكل كامل، وتم نقلهم إلى مقابر القرية عقب الانتهاء من تصاريح الدفن من داخل مستشفى الوسطى المركزي. تفاصيل الواقع أعزائي المتابعين بتقول إن أهل القرية استدعوا سيارات الإسعاف لنقل شخص يدعى أحمد عبد الغفار 36 سنة، عامل بأحد المصانع، ونجليه آدم 5 سنين، وسليم 2 ونص، جثث هامدة، إلى مستشفى الوسطى المركزي إثر تعرضهم لحالة من الاختناق لتسرب الغاز داخل منزلهم. في نفس الحال نقلت سيارات الإسعاف الزوجة أسماء رمضان عندها 30 سنة، ربة منزل، وزي ما قلنا حضراتكم في حالة من الإعياء التام، وتم نقلها إلى مستشفى الوسطى المركزي لتلقي العلاج اللازم لها وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لها والإسعافات الأولية. أعزائي المتابعين، من الواقع ومن الحادث ده لازم ننبه على كل المتابعين وكل المشاهدين بضرورة إنهم ياخدوا بالهم من مشكلة تسرب الغاز اللي بيؤدي لكثير من حالات الوفاة. المشكلة دي أعزائي المتابعين تبعنا لاحظناها هنا كتير قوي في محافظة بني سويف، لاحظنا منها عشرات حالات الوفاة لاختناق أطفال، شباب، سيدات، فتيات، لتعرضهم أثناء مثلا الاستحمام بداخل حمام المطبخ أو بداخل أثناء نومهم، سواء تسرب غاز، تسرب استنشاق، حالات اختناق كتير بتحصل للأسر أثناء نومهم، وخاصة في فصل الشتاء. فإحنا بنطالب من خلال البرنامج والحلقة النهاردة، بنطالب الجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر من مسألة تسرب الغاز. أي نعم، إحنا متفقين إن كل حاجة بأمر الله سبحانه وتعالى، وكل حاجة زي ما حضراتكم عارفين إن هي قضاء وقدر، ولكن على الجميع أخذ الحيطة والحذر. قناة حكاوي الناس بتقدم من خلال حضراتكم، من خلال الفيديو ده، كل التعازي وكل المواساة والعزاء لأهالي قرية إفوة بمركز الوسطى عامة، والأهالي الأسرة خاصة. وبنشكر حضراتكم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من حلقات حكاوي الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.